هذا هو مصير الجمال في أستراليا. تقتل سنويا عشرات الآلاف من الجمال في حملات منظمة ومكثفة تقوم بها الحكومة الأسترالية للحد من انتشار هذه الجمال، ويتم صيدها بواسطة رماة محترفين مخصصين لهذا الغرض، مجهزين بأحدث القناصات وأسلحة الصيد، كما واستخدام الطائرات المروحية لمطاردتها وتحديد القطعان المستهدفة وقتلها جميعا حتى آخر جبل. كما وتقدم السلطات مكافآت مالية تقدر ب56 يورو لكل رأس جمل، وتعزو السلطات أسباب قتل هذه الجمال بأنها وحشية وتستهلك كميات كبيرة من الماء، وكذلك تأكل أوراق الأشجار والحشائش، وزيادة انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون، حيث يبعث الجمل 45 كيلوغرام من غاز الميثان سنويا، فما بالك ب1,000,000 رأس من الإبل، حيث تقدر انبعاثاتها من الكربون ما يعادل 300,000 سيارة، رقم كبير جدا، مما ينتج عنه آثار بالغة من زيادة الاحتباس الحراري، والذي يؤدي بدوره إلى زيادة الحرائق وانتشارها وأثرها البالغ على باقي الحيوانات وكذلك البيئة. فلنتعرف على قصة الجمال وكيف أتت إلى أستراليا. فلنبدأ القصة بالاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو. تم جلب الجمال من قبل البريطانيين في أربعينيات القرن المنصرم، واستخدمت كحيوانات لحمل الأثقال والأمتعة، وذلك لاستكشاف المناطق الداخلية من أستراليا. وتم استخدام سائقي الجمال وأغلبهم من الهند وأفغانستان. كانت الجمال العربية مثالية لتطوير المناطق الداخلية الأسترالية، وذلك لقدرتها على التكيف مع ظروف المعيشة القاسية. قبل ذلك الوقت لم يكن الجمل العربي معروفا لدى الأستراليين، وبعد أن حلت محل الجمال العربات والشاحنات للنقل في عشرينيات القرن الماضي، تم إطلاق الجمال في البرية في غياب للحيوانات المفترسة، فتكاثرت على شكل قطعان وعادت إلى فطرتها كحيوانات برية متوحشة. ويقدر عدد ولاداتها سنويا إلى 1,000,000 رأس من الإبل. يروي رجل من السكان الأصليين المرة الأولى التي رأى فيها الجمال. كان صغيرا حينها، حيث كان المسلمون يأتون على الجمال للتجارة، وعلموا سكان أستراليا بعض المهارات ونقل الأسفار، وكذلك فنون التعامل مع الإبل. تشكل الآن بحسب السلطات الأسترالية تهديدا للحياة البرية والمناظر الطبيعية، وتعتبر مخربة، فقد قام قطيع ضخم من الجمال سنة 2009 بحثا عن الماء في موسم الجفاف، فحاصر بلدة كالتوكاجارا الصغيرة. فبعد أن حاصرت قطعان الإبل هذه القرية، تسببت بذعر هائل لدى سكانها، مما استدعى السلطات إلى حملة لإبادة هذه القطعان من الجمال. يتم تصدير عشرات الآلاف من الإبل الجيدة كل عام من أجل إنتاج اللحوم إلى الشرق الأوسط، وهذا يمثل قرابة 1.52 مليون دولار أمريكي. وفي الختام، أتمنى أن ينال الفيديو إعجابكم. لا تنسونا بدعوة صادقة لله تعالى. أستودعكم الله.